يختتم المارد الأحمر الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز بفوز طبيعي ومستحق على وصيف الدوري التاريخي، اللي أنا شخصيا عندي شك شوية في إنه هيقدر يحافظ على وصافته في الموسم الحالي. وبالفوز ده بيكون النادي الأهلي هو رسميا الفريق الوحيد اللي ما خسرش أي ماتش في الدوري حتى الآن وفي الدور الأول بالكامل. كل سنة وانتم طيبين. كابتن حسام البدري بدأ اللقاء بحارس أفريقيا الأول، قدامه تشكيل 4-2-3-1 من اليمين محمد هاني، سعد سمير ومحمد نجيب أسدين دفاع، ومارسيلو باك شمال. على دايرة السنتر حسام عاشور والجوكر، قدامهم عبد الله السعيد على يمينه وليد سليمان، وعلى شماله الحراق، وراس الحربة مروان محسن. مبدئيا بس قبل ما ندخل في المهم، مجرد اختيار ملعب بترو سبورت الماتش زي ما انتم ما بتقولوا عليه قمة وديربي وكل الكلام الجميل ده كانت أكبر غلطة، لأنه ملعب أرضيته وحشة وضيق جدا بشكل مبالغ فيه، وبمجرد نزول ال 22 لاعب فيه بيملوه، وبتتقتل المساحات وبتتقتل معاها أي متعة كانت ممكن تخرج من ماتش زي ده. كان هيبقى أهون بكتير لو أجرت ساحة أوسع من الملعب ده ولعبتوا فيها الماتش يا ضاضة. الماتش بدأ متوتر، كل اللعيبة من الفرقتين عمالة تجري وتعمل ميس باص وفاولات ملهاش أي لازمة، لغاية ما الأهلي فرض كلمته وعضلاته على أرضية الملعب، وبدأنا الضغط من عند 18 الزمالك بأكتر من لاعب على كل كورة. الزمالك تراجع والأهلي مسك كورة وابتدى يبني هجمات من على الجنبين، وكل هجمة تقريبا كانت بتنتهي بعرضية كويسة بتشكل خطورة جوه 18 الزمالك. ومؤمن زكريا بين قوسين الحراق كالعادة في ماتش الزمالك ترجم أحد عرضيات مارسيلو من ناحية الشمال وخلانا نتقدم 1-0 في الدقيقة 21. الوقت المبكر للجول الأول بتاعنا رفع من معنويات لاعبتنا وادانا ثقة وخلانا نكمل على نفس الوتيرة اللي هو اللعب على الأجناب والعرضيات، ونقدر نضيف على طريقة اللعب دي استغلالنا كويس نوعا ما للكور الثابتة وتفوقنا الكامل تقريبا في كل العرضيات الثابتة والمتحركة، بس كان ناقصنا التوفيق علشان نزود النتيجة. والسبب الرئيسي في نقل كل لعب الأهلي على الأجناب هو محمد حلمي نفسه، اللي ابتدى الماتش ب3 لعيبة ارتكاز في نص الملعب اللي هم طارق حامد ومعروف يوسف وقدامهم إبراهيم صلاح، فقفل عمق الملعب تماما، وأجبر الأهلي وحسام البدري إنه ينقل كل لعبه وبناء هجماته للأجناب، والحمد لله عرفنا نستغل ضعف أجنابهم دفاعيا، وكان ده مفتاح لعبنا طول الشوط الأول. اللي ساعد كمان في اكتمال سيطرة النادي الأهلي في الشوط الأول هو قيام مروان محسن بدوره في الملعب على أكمل وجه، كما حط لاستلام كل الكور الطولية من دفاعنا وحارس مرمانا أو من نص الملعب، وكمان كان بيعرف ياخد السكند بول من الفريق المنافس، وكان بيربط مع الأجناب فبيفتح لك حلول تانية لو الدنيا مقفلة. مروان محسن يا جماعة مهاجم قوي مهاري متحرك غير تقليدي بالمرة. الشوط التاني بقى نقدر نقسمه لجزئين، جزء ما قبل الدقيقة 60 وجزء ما بعد الدقيقة 60. فمن بداية الشوط التاني لغاية الدقيقة 60 استمرت السيطرة الأهلاوية، وكان في مقدورنا إن احنا نزود غلتنا من الأهداف، بس كان في شوية أنانية في الأداء من مؤمن زكريا في كرة زي دي، وكان في قلة توفيق مع فوقان للشبكاوي بتاعهم في شوطة الجوكر دي. بعد الدقيقة 60 الأهلي تراجع بكل خطوطه لنص الملعب وبدأ في الدفاع المستميت عن الهدف. سبب التراجع ده هو تصحيح محمد حلمي الخطأ في التشكيل اللي بدأ بيه الماتش، وهو ال3 لعيبة الارتكاز. فلما لقى البدري ركز جدا في استغلال الأجناب وساب له نص الملعب خالص، سحب هو أقل لاعبته إنتاج في نص الملعب اللي هو كان إبراهيم صلاح، ونزل مكانه أحمد رفعت كجناح صريح ناحية الشمال علشان يشغل ناحية ناصف هجوميا ويضغطوا هما الاتنين على محمد هاني. وبرضه سحب الباك يمين بتاعهم حسني فتحي المتواضع جدا دفاعيا اللي حسين السيد كان بياكل عليه عيش طول الشوط الأول، ونزل الغشيم شوقي السعيد علشان يقفل الحتة الشمال بتاعة الأهلي، فبالتالي أجبر البدري إنه يدافع بعد ما قفل له كل مفاتيحه. في نفس الوقت اللي البدري سحب فيه وليد سليمان الغايب الحاضر في الماتش ونزل غالي علشان نعكس الخطة مع الزمالك ونبقى احنا اللي بنلعب بطريقة 4-3-2-1 ب3 لعيبة ارتكاز في نص الملعب. والتبديل التاني كان خروج الحراق بعد ما عمل اللي عليه، ونزلنا كريم ندفد من باب التنشيط والارتداد الدفاعي والشباب والكلام ده. والتبديل الاخير خروج مروان برضه بعد ما عمل اللي عليه، ونزول جونيور أجاي علشان يكتب شهادة ميلاده جوه قلب كل أهلاوي زي ما إيفونا عمل كده قبله وزي ما فلافيو عمل كده قبلهم هما الاتنين. الحبة السمرة
دايما بتعمل الصح مع القميص الابيض. ليه عتاب بس على كابتن حسام البدري؟ انت عملت ايه غلط في الماتش علشان تعتذر عليه بعد الماتش في المؤتمر الصحفي؟ ايه سبب اعتذارك يا كابتن؟ انت راجل بتلعب ماتش مهم والنتيجة مش مضمونة لغاية الدقيقة 90، فجبت جول ففرحت انك ضمنت الماتش، وده شيء طبيعي جدا ما يستاهلش اي اعتذار. مدرب وبيفرح مع جماهيره وبيفرحهم باحتفاله، واللي مش عاجبه يشرب من اي خرارة على رأي فاضة. هو احنا هنفضل كده لحد امتى؟ بجد انا مش مصدق. يعني لاعب كمان المفروض ان هو كابتن الفريق المنافس واكتر لاعب عاقل فيهم بيتقمص من مدرب بيحتفل مع جماهيره. ربنا يهدي. الرجالة بالتفصيل بقى. اكرامي انت وحش وابن وحش، ومستواك مش يأهلك انك تكون حارس مصر الاول وبس، لا، انما يأهلك انك تكون حارس افريقيا الاول كلها. كفاية بداياتك للهجمات المرتدة وبساطك المتقنة كأنك صانع لعب. محمد هاني كنت كويس وعملت كام عرضية كويسين، بس عندك احسن ياما. محمد نجيب اخيرا سمع النصيحة وشفته بيتواصل ويتكلم مع زمايله جوه الملعب، وعملت ماتش حلو جدا. سعد سمير صخرة الاهلي ومعوض غياب حجازي وربيعة، وبكل امانة مستواك لا يقل عنهم. الله ينور. حسين السيد اختيار حسام البدري ليك كان تفضيلا ليك دفاعيا عن علي معلول، بس بصراحة عملت ماتش متوازن جدا هجومي ودفاعي ممتاز. استمر يا مارسيلو. المسمار حسام عاشور كالعادة مستواه ثابت، والنهاردة دوره كان مقتصر على قطع الكور في نص الملعب. الجوكر برنس عملت ماتش حلو جدا في نص الملعب، وكنت عامل دور هجومي من العمق بالتسديد، وكنت بتميل على الاجناب برضه باوفرات كويسة، جه منها الجول التاني. عبد الله السعيد مستر اسيست كالعادة مشارك في صناعة الهدفين، بس زي ما قلت لك قبل كده فورمتك البدنية مش كويسة، وكان في اكتر من كورة النهاردة لو كنت اسرع شوية كنت هتهدف منهم. وليد سليمان الغايب الحاضر ما جاش الماتش اساسا. الحراق هو ده ماتشه. بقى عندنا كأهلاوية احساس بالراحة النفسية وانت بتلعب اي ماتش قدام الزمالك، عارفين انك هتتعبهم وهتجيب جول في اي وقت. لو مستواك يبقى كده في كل الماتشات بس. مروان محسن مجهود وفير جدا واداء وروح عاليين قوي، الله ينور. غالي بكل امانه لسه ما رجعتش من الاصابه. نيدفيد برضه ما خدش وقته جوه الملعب علشان يبان، واجاي الحبه السمراء يا رب ما يتعملش معاه زي ايفونا ويمشي. النهارده اخيرا عرفنا ان دم سعد سمير طلع في قفا باسم مرسي. السؤال الاهم بقى، قفا باسم في رقبه مين؟ هل حصل بينك وبين باسم اي حاجه في المباراه؟ ما حصلش اي حاجه. تضحك ليه؟ الف مبروك يا جمهور الاهلي. نام كثيرا وعندما استفاق كل لندن استفاق بيسرى ضربهم كواهم احرق مرماهم من كل قلب سددها في المقتل في المكان الصعب. روعة قبل 10 دقائق سألتكم عايز تقول ايه طب لجمهور الاهلي؟ الف مبروك ليك، الف مبروك.
اخيرا كل سنه وانتم طيبين يا شباب، ويا رب 2017 تكون سنه سعيده عليكم وعلينا جميعا. واللي معرفش يحقق حلمه واي حاجه هو عايزها في السنه اللي فاتت ان شاء الله باذن الله يحققها السنه الجديده دي، وتكون وش الخير والسعاده على كل الناس باذن الله. ولو عجبتك الحلقه يا ريت ما تنساش اللايك وشير في الخير علشان توصل لاكبر عدد من الناس، وسبسكرايب في القناه علشان يوصلك كل جديد لو انت جديد اول باول. ولو حابب تتواصل معايا هتلاقي كل لينكات اكونتاتي الشخصيه ولينك صفحه البرنامج في صندوق الديسكريبشن تحت. ولو فاتتك الفيديوهات القديمه فهي قدامك اهي لو حابب تشوفها. وبس، كان معاكم هيما تيوب، سلام. وما تنسوش انشروا الايجابيه.